انت واحد من سواق عربيات دمنهور اسمه شفيق مسكك ضربك قدام الناس دي كلها، والراجل ده شاهد فضل يديك بالاقلام على وشك وبالرجول. احنا ما عرفناش نعمله معاه حاجه عشان ده راجل كبير عنده 70 سنه هو كمان، ومسكك اقل منك صح؟ احنا ما عرفناش نعمله معاه حاجه عشان راجل كبير. انا والله لا نجيب لك حقك عشان اللي عمله ده اللي اتدب منه. والله لو كان شاب ما كان حد سايبه. لا ده قليل ادب والله يا عم شفيق، ده الادب اللي هو يعمل في الراجل ده كده. انت ما شفتش الضرب اللي هو ضربه له؟ والله ما شفت الضرب. الراجل ده شاف الضرب اللي هو ضربه له انا وهو. والله يا راجل قليل ادب. عمل معاك ايه يا حاج؟ عمل ايه؟ ضربه عشان 3 جنيه. عشان 3 جنيه عمل فيك ايه؟ مش ضربك بالاقلام؟ وضربك بالرجل صح؟ والله لا نجيب لك حقك. والله لا ننزلها لك على النت ونعمل لك منشن لوزاره الداخليه. يعني لما راجل مسن زي ده يعيط كل العياط الهستيري ده اللي هو يوجع القلب حرفيا عشان خاطر 3 جنيه، لما يتضرب في موقف من واحد كبير في السن برضو، فالشباب بيقولوا ان احنا ما كناش قادرين ان احنا ندافع عنه، 2 كبار في السن. بس لما نشوف ايه سبب المشكله نلاقي ان هو حاجه لا تذكر اصلا. يعني ايه 3 جنيه اصلا؟ دول ما بيجيبوش لبانه. فانت يعني بتضربه على 3 جنيه ليه؟ تهين راجل في رجولته ليه؟ تفضحه ليه كده في الموقف؟ في قتال البارود ليه الموقف ده؟ يعني انا بجد انا مش عارفه الناس اللي ما بترحمش الناس دي بتعملوها ازاي بجد؟ قلبكم ده جواه ايه؟ يعني ايه واحد واقف في موقف يضرب واحد رايح يركب عشان خاطر 3 جنيه ويهينوا كل الاهانه دي؟ بجد انا مش فاهمه ليه الايد بقت هي اللغه اللي بنتكلم بيها، مع ان الايد دي انا اسفه هي لغه الحيوانات، لان هم مش بيعرفوا يتكلموا ويتفاهموا مع بعض فهم بيتعاملوا بالايد. فاحنا بني ادمين ربنا سبحانه وتعالى مميزنا بالعقل، فليه بنتكلم بلغه الايد؟ احنا لغتنا مش لغه الايد. فليه العنف؟ ليه الفترة الأخيرة بقى كله من سيء لأسوأ؟ كل واحد قادر يفتري على حد أو قادر يتجبر على حد بقى يعمل كده من غير أي تردد ومن غير أي تفكير. إهانات وقلة أدب وسب ومد إيد وإهانة. أنا مش عارفة ليه الناس بقى خلقها خلاص في مناخيرها، ما بقاش حد طايق حد ولا بقى حد بيستحمل حد ولا حد بيراعي حد ولا حد بيقدر حد. ليه كل الناس بقت تاكل في بعضها؟ ليه كل واحد بيبقى همه مصلحته ومش مشكلة ادوس على اي حد وانتقم من اي حد عادي؟ اهم حاجة انا. ما هو انت لو هتعيش في الدنيا لوحدك مش هتحس باي حاجة. ليه كل الناس بقت عايشة في صراعات؟ الفترة بجد يعني اخر 3-4 سنين بقينا نلاقي صراعات غريبة. نلاقي واحد قتل باباه مسك حجر وراح مدي البابا على دماغه، نلاقي محامية قتلت مامتها، نلاقي بنت قتلت مامتها، نلاقي بنت تانية بابا بيقول لها ساعديني ادخل الحمام، قالت له انت بتستقبل وراحت مموتاه. يعني حتى الاب والام مع عيالهم بقوا فيهم صراعات. فاحنا بقينا في حاجه غريبه وكأنها نهايه الزمان اللي هو كله بياكل في بعضه، كأننا قوم يأجوج ومأجوج بناكل في بعض وبننهش في بعض وبنقطع في بعض. ليه؟ بجد نفسي الاقي سؤال للاجابه دي. ليه بجد؟ ليه؟ مش قادرة افهم ليه والله العظيم، ولا قادرة افهم الجبروت اللي بقى في القلوب ده بقى عامل كده ليه؟ ايه التهور وليه؟ يعني لما تسأل على ليه مش هتلاقي اي سبب. تهين راجل دموعه تنزل ليه؟ قهر الرجال ده ليه؟ ده اعوذ بالله من الفقر وقهر الرجال ليه؟ فارحموا بعض شوية وخفوا على بعض شوية. الدنيا ما بقتش مستاهلة، الدنيا بقت صعبة وتقيلة على كل الناس حرفيا. كل واحد قاعد في بيته مهموم مغموم وعنده بصوا هموم الدنيا اللي بتخليه يلف حوالين نفسه. فارحموا بعض شويه عشان بجد والله العظيم يعني هي كام سنه بنعيشهم في الدنيا فعدوهم بسلام. يعني نهدى شويه.